السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عندي غسالتين، الغسالة الأولى فريش 9 كيلو والغسالة التانية كريازي. هنوصف الغسالة الأولى الفريش. عندي هنا أنا بسحب مية. بالنسبة للغسالة الفريش 9 كيلو عندي البوردة هنا بسم الله ما شاء الله، وعندي سحب المي مفهوش أي مشكلة بالنسبة لطرمبة السحب. وعندي طبعا الغسالة اللي هياخدها مني بفضل الله يحاول بقدر المستطاع يجيب فني يبص عليها، لأن عندي الغسالة بدون أي عيوب وبدون أي مشاكل زي ما واضحة أمام حضراتكم في الصورة. عندي هنا البوردة الخاصة بالغسالة، وعندي الزراير التاتش الخاصة بالغسالة، وعندي هنا المية بتسحب عن طريق طرمبة السحب. وعندي هنا طبعا انا حابب احط فوط واشغل الغسالة واشوف الاداء بتاعها امام حضراتكم عامل ايه، والمستوى الرئيسي الخاص بالغسالة عامل ايه بالظبط. عندي طبعا الغسالة بدون اي مشاكل، وعندي الغسالة هنا دوران اللف بتاعها مفيهوش اي مشكلة لاني دوست على زرار الباور الخاص بالتشغيل. عندي طبعا الغسالة شغالة بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للدوران يمين او شمال بالنسبة للمروحة الخاصة بالغسالة زي ما ظهر كده امام حضراتكم. انا بفرج حضراتكم وجايب معايا الفيديو على البطيء تبقى الحاجة واصلة لحضراتكم في الصورة، لاي انسان هيكون له نصيب معايا ويشتري مني الغسالة. والغسالة طبعا انا بتكلم في سعر بسيط جدا عن سعرها حاليا المتواجد في السوق. عندي طبعا الحلة ثابتة، ولكن الغسالة بسم الله ما شاء الله عليها في الدوران بالنسبة للمروحة. وعندي طبعا انا هنا دايس على الثلاث زراير بالنسبة للغسيل وبالنسبة للشطف وبالنسبة للطرد الخاص بطرمبة العصر. عندي هنا انا حابب اقفل الباب وافرج حضراتكم الباب ما فيهوش اي مشكله. هرجع افتح الباب تاني. الغساله بفضل الله بدون اي مشاكل وما فيهاش اي عيوب. والغساله عندي فوق اوتوماتيك، الباب بتاعها من فوق، الباب بتاعها مش من الصدر ولا الباب بتاعها عباره عن روحين، ولكن عندي الغسالة عبارة عن باب بيتفتح بالإيد لفوق. أنا وقفت هنا عندي الغسالة وابتدي إن أنا أطرد المية، يعني أعمل عصر كامل بالنسبة للمية. حابب إن إحنا نبص على الخرطوم وترمبة الطرد. عندي هنا بفضل الله الغسالة ابتدت تضرب معايا مية، وعندي طبعا الخرطوم طالع منه مية جديدة، وأنا بفرج حضراتكم على الخرطوم واصل للغسالة وأنا معلقه حوالي متر ونص، لأني حابب أشوف الترمبة معايا شغالة جيد ولا لأ. ترمبة طبعا الطرد بتاعها شديد جدا، وأنا طبعا بفرج حضراتكم على الميه. القوه بتاع اندفاع الميه نازله بشديه عاليه جدا بالنسبه للخرطوم. طبعا اقفل عندي هنا البوز عشان حابب اشوف قوه الميه قد ايه، وابتدي ان انا ارش الشارع بالميه اللي طالعه من الغساله. شايفين القوه بتاع طرد السحب الخاص بالطرمبه بسم الله ما شاء الله، برش بيها الشارع. يعني الطرمبه عندي يعني بفضل الله ما فيهاش اي مشكله. عندي هنا ابتدت الغساله تفضي معايا الميه. هبتدي ان انا اقفل الغساله وافتح تاني افرج حضراتكم على ترمبه المي بدون اي مشاكل، والترمبه شديده جدا لاني ابتديت ان انا اخش مرحله العصر. ولكن الغساله ابتديت افضي بواقي الميه اللي فيها. شايفين الميه عامله ازاي في ايدي؟ الميه اندفاعها شديد جدا بالنسبه للترمبه عشان ما حدش ياخدها مني يقول لي يا استاذ مصطفى في اي مشاكل. اللي حابب يجربها عندي مفيش مشكله. طبعا انا بفرج حضراتكم على الفوط والغساله كده فضيت معايا، وهبتدي ان انا اخش مرحله العصر واشوف الفوط هتطلع معايا بسم الله ما شاء الله بدون اي مشاكل. وانا مدي طبعا 7 دقايق هنا بفتح الباب وبوري حضراتكم. طبعا ادتني اي 4 ما فيهاش اي مشكله وما فيهاش اي شيء، واخده طبعا 7 دقايق كده بقت 6 دقايق، وهتبتدي تنزل تدريجيا كده 4 دقايق، وهتبتدي تنزل ل3 دقايق و2 دقيقه ودقيقه، وكده خلصت مرحله العصر معايا. عندي هنا وصلت ل3 دقايق، بعد كده هتخش على دقيقتين، بعد كده دقيقه، بعد كده هتتوقف تماما عن التشغيل، وهبتدي ان انا افتح الباب واخد الفوط معايا بسم الله ما شاء الله بدون اي مشاكل. عندي هنا الفوط نشفت معايا وخارجه من حله الغسيل بدون اي مشاكل زي ما ظاهر كده امام حضراتكم. الفوط ناشفه تماما، واللي اي اخت هيكون لها نصيب معايا تيجي وتاخد معايا دوره كامله بالنسبه للغساله. هحط عندي في الغساله الثانيه لان برضه هجربها امام حضراتكم. عندنا طبعا بالنسبه للوصف داخل الحله بدون اي مشاكل، وبالنسبه للمروحه بسم الله ما شاء الله، وبالنسبه للحله من جوه حاجه محترمه وحاجه تعتبر فابريكا من الداخل ومن الخارج. عندي هنا انا حابب افرج حضراتكم على الدوران الخاص بالحله، ما فيهاش اي مشكله، والحله ستانلس بالكامل بدون اي عيوب. وعندي المروحه بسم الله ما شاء الله بتلف معايا بكل سلاسه يمين وشمال. انا بفرج حضراتكم على
قوة الدفع الخاصة بالمروحة ما فيهاش أي مشكلة يمين أو شمال، ما فيهاش قفش، ما فيهاش أي شيء يعيب الغسالة. وعندي هنا الدرج أنا بفتحه لحضراتكم بدون أي مشاكل، والغسالة طبعا زي ما ظهر أمام حضراتكم بالنسبة للمنظر العام والشكل العام ما فيهوش أي مشاكل. وعندي الزراير هنا بالنسبة للبوردة، أنا أبتدي إن أنا أشغل زرار وأفرج حضراتكم إن الغسالة ما فيهاش أي مشكلة. طبعا أنا بدوس على الزراير لأن حابب أوصل لحضراتكم إن الزراير ما فيهاش أي مشكلة وماشية معايا تمام. ما فيش زرار بيعلق، ما فيش زرار بايظ، ما فيش زرار واقف او مش شغال. عندي زرار هنا انا بدي امر اقول كل زرار ما فيهوش اي مشكله وشغال معايا 200%. عندي طبعا زرار العصر شغال. عندي هنا الزرار الثاني ما فيهوش اي مشكله بتاع التوقيت الزمني، وزرار الغسيل ما فيهوش اي مشكله، ومستوى الماء نفس النظام ما فيهوش اي مشكله، ومستوى ضبط الغساله ما فيهوش اي مشكله. وعندي هنا المستوى الماء عندي طبعا بتيجي من اول تدريجيا من الاقل للاعلى للاعلى للاعلى. عندي هنا طبعا الباور هدي امر بالتشغيل. حابب ان انا افرج حضراتكم المروحه بتاع الغساله وهي بتلف. طبعا اديت امر هنا والغساله شغاله معايا 200% يمين وشمال كده، بتاخد دورتها كامله وما فيهاش اي مشكله، وان شاء الله اللي هيكون له نصيب. عندي سعر الغساله مش هتكلم في 7000 ولا في 8000 ولا في 6000 ولا في 5000 ولا في 4000 ونص، انا بتكلم في 4000 جنيه. طبعا دي الشكل من الجنب بالنسبه للغساله ما فيهاش اي مشكله، والغساله بسم الله ما شاء الله زي ما ظاهره كده امام حضراتكم. وطبعا 4000 في غساله فوق اوتوماتيك 9 كيلو. طبعا انا راميها، يعني انا يعتبر مش اصلا مش بيعها بفلوس، انا كده راميها في الشارع، يعني بيعها بسعر بخس جدا. دي شكل الظهر والغساله يعني بفضل الله اللي هيجي عندي ارجو من حضراتكم انه يجربها عندي عشان ما يجيش يقول لي يا استاذ مصطفى لا انا ما بحبش الاسلوب ده، يجيب فني يتفرج عليها قبل ما يستلمها، لان انا هسلمها لك الغساله بسم الله ما شاء الله 5 ستار ما فيهاش اي مشكله و100 100. عندي هنا وصف الغساله الثانيه، الغساله دي كريازي 9 كيلو. طبعا دي الشكل او المنظر العام بالنسبه للغساله. الغساله ما فيهاش اي مشكله غير اللي انا هظهره لحضراتكم. عندي طبعا حله الغسال وعندي التايمر لكل تشغيل ما فيهوش اي مشكله، سواء بالنسبه للتايمر الخاص بالعصاره. طبعا الغساله عندي هنا واضحه امام حضراتكم 9 كيلو والنوع كريازي وشكلها طبعا يعني استعمالها بسيط جدا. هفتح عندي هنا الحله الخاصه بحله الغسيل. انا طبعا فتحت الباب الاول وحابب افرج حضراتكم من الداخل. انا رميت فيها فوط في البدايه وهبتدي ان انا اغسل معايا وافتح طبعا الغطاء الخاص بالعصاره، والعصاره ما فيهاش اي مشكله وبفضل الله الغساله شكلها يعني محترمه ومش متهانه وحاجه جميله وحاجه كويسه جدا. عندي هنا هبتدي ان انا طبعا اشيل الباب خالص طبعا بتاع الخاص بحله الغسيل، وهبتدي ان انا ادي امر معايا بالتايمر حابب ان انا ادي دوره غسيل. طبعا عندي هنا التيكت بتاعها او البادج بتاعها باين عليه مش متهان ولا الغساله متهانه. عندي هنا همسك التايمر هدي الدوره بتاع الغساله كامله واشوف الاداء عامل معايا ايه بتاع المروحه. هنا ابتدت الغساله تغسل معايا، عندي ابتدت تطلع الميه ملي جناب. الغساله بسم الله ما شاء الله شغاله بجوده عاليه جدا ما فيهاش اي مشكله. عندي هنا طبعا انا بفتح العصاره مع حضراتكم، ولو بصينا على التايمر بتاع العصاره حبيت ان انا ادي معاكم دوره ونبص كده على الدوره الكامله بالنسبه للعصاره. الحله دايره ما فيهاش اي مشكله. طبعا انا هقفل الباب لان السويتش بتاع الباب ممكن يتوقف معايا، هقفل ارجع اقفله تاني لان حابب اخد الدوره كامله. عندي المشكله هنا طبعا في الزرار او السلك الخاص بالعصاره. طبعا لما باجي ادي دوره الصرف لازم اشد السلك بايدي. طبعا انا هرجع اشد السلك بايدي اشوف الميه هتصرف معايا مش هتصرف معايا. المشكله في الغساله اللي انا مش لاقي الزرار بتاعها، فاي اخت هيكون لها نصيب. طبعا انا بجرب الميه بتاع اندفاع العصاره على رجلي، حابب اوصل لحضراتكم اندفاع الميه يبقى عامل ايه. طبعا هنا الغساله شغاله معايا 200%، ولكن السلك بتاع العصاره هتضطر حضرتك لاي اخت هتشده او تعمل له مسمار وتشد منه، لان الزرار بتاعه بصراحه انا دورت عليه مش متواجد. وعندي طبعا الغساله زي ما واضحه امام حضراتكم. وعندي هنا انا هشيل الفوط من حله الغسيل واحطها في حله العصر. حابب اوصل لحضراتكم الصوره كامله بالنسبه للفوط، وهطلع الفوط بميتها. يعني الفوط عندي بتسرد ميه شديده جدا ودخلتها داخل العصاره، وهندي دوره كامله بالنسبه للعصاره نشوف الفوط هتطلع معايا عامله ايه بالنسبه للاداء بتاع التنشيف الخاص بيها. طبعا انا اديت دوره كامله بالنسبه للفوط، والعصاره ملهاش اي صوت ولا ليها اي اهتزاز، ما بترجش الغساله معايا وهي كده شغاله، وهتبتدي اللي هي تتوقف بعد العصر. وهبتدي ان انا اطلع الفوط. انا بظهر لحضراتكم طبعا الفوط من الداخل عامله ايه. طبعا الباب كل شويه بيسيب من ايدي لاني بصور بالايد الثانيه. فعندي هنا طبعا الحله فاضيه بالنسبه لحله حوض الغسيل، صرفت الماء
فعندي هنا ابتدي ان انا ادي دوره برضو للمروحه، وابتدي احط ايدي على المروحه يمين وشمال، اشوف قوه الاندفاع الخاصه بالمروحه. عندي المروحه هنا بسم الله ما شاء الله شغاله يمين وشمال، ما فيهاش اي مشكله وما فيهاش اي شيء. يبقى طبعا بتاخد الدوره عن طريق الاتجاه اليمين وعن طريق اتجاه اليسار او الشمال. عندي هنا طبعا انا هحاول اعمل توقف كامل للمروحه بايدي، ولكن بفضل الله المروحه شديده بتنطر ايدي شديده جدا، وده يدل ان السير تمام واني عندي الموتور شغال بقوه فائقه ما فيهوش اي مشكله. ده طبعا بالنسبه للحله، والفلتر موجود عندي، والحله عندي ما فيهاش اي مشكله وحجمها كبير. هعمل توقف طبعا للتايمر الخاص بالغساله، وهرجع ابص على العصاره وهطلع عندي الفوط واشوف طبعا هل التوقف تم ولا لسه. ابتدى التوقف يحصل عندي باذن الله بعد ما اعمل وقف للتايمر. هنا طبعا كانت شغاله معايا، ولكن ان شاء الله تاخد التوقف بتاعها الخاص بالعصاره، وهبتدي ان انا اطلع الفوط وافرج حضراتكم على المنظر العام الخاص بالعصر. هنا طبعا ابتدت العصاره تقف معايا، وانا حابب اي انسان هيكون له نصيب معايا يجيب اي فني معاه وياخد دوره كامله ونقعد مع بعض ما فيش اي مشكله، عقبال الغساله ما تديله الدوره كامله في الغسيل وفي العصر. عندي هنا طبعا انا هطلع الفوط مع حضراتكم ونبص عليها طبعا بعد التنشيف. هنا الفوط خفيفه في ايدي وبفضل الله تمت الدوره كامله بالنسبه للعصر وما فيهاش اي مشكله. طبعا سعر الغساله دي 3000 جنيه لان الغساله محترمه، والموتورين اللي فيها موتور جديد والموتور الثاني خاص بالشركه ما فيهوش اي مشكله الاصلي بتاعها. وعندي الغساله دي سعرها 3000 والثانيه سعرها 4000 جنيه. دي المنظر العام الخاص بيها. طبعا بالنسبه لرقم الهاتف 03 وحيد 33 76 71 8. وبالنسبه للعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. وارجو من حضراتكم ان يكون الاتصال من بعد الساعه 2 مساء، وان شاء الله ربنا يجعل لكم النصيب معايا في كل محتويات انا بقدمها لحضراتكم. واظن انا كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.